قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. شعبي العزيز، بعد 50 سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وإنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والذكرى 70 لاستقلال المغرب. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى القويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. وطبعا اليوم نهار جديد وفرحه جديده بحال ديما ولفنا هاد شهر 10 الحمد لله من ديما النشاط، كل ساعه خارجين، مره مظاهرات، مره نصالحوا مع البوليس، مره دينا كاس العالم وختامها مسك الحمد لله. أخيرا العالم كامل كيعترف بمغربية الصحراء ولا عزاء للحاقدين. وهنا من مطار العيون مباشرة كنقول لكاع صحابي وانت شكون حنا؟ انت شكون حنا؟ حنا المغاربة نمشيو فين ما بغينا. شمو الريحة ديال الهواء الصحراء المغربية. يا ربي يا ربي يا ربي، مبروك علينا مبروك علينا مبروك علينا هذا الانتصار هذا الكبير. وشحال زوينه تكون جاي من الداخله وعندك اسكال في العيون في هذا اليوم المبارك. انتم صدفه كانت عندنا خدمه لقينا راسنا هنا. هنيئا للمغاربه كاملين، هنيئا لكل واحد ناضل لاجل الصحراء المغربيه، هنيئا لصاحب جلاله الملك محمد السادس على المجهودات الدبلوماسيه الحثيثه اللي دارها وعلى الخطه ديالو اللي كانت ناجحه وناجحه. كنتفكر حتى المغفور له الحسن الثاني صاحب الفكره العبقريه، صاحب الهام المسيره الخضراء. وكنتمنى ان شاء الله الخير لهذه البلاد والمستقبل يكون ظاهر ويكون عنده مؤشرات ايجابيه باش نزيدوا للقدام، باش كاع مشاكلنا يتحلوا، باش نبقاو دائما في العلالي. عاش المغرب ولا عاش من خانه. وانتم مباشره من مدينه العيون، ديما المغرب والصحراء مغربيه والمستقبل ظاهر ان شاء الله. واللي ما عجبو الحال ها منين يدخلوا ها منين يخرج، والاعداء يموتوا والصحراء مغربيه. الله ينصر سيدنا وشعارنا خالد الله الوطن الملك. علينا مبروك علينا مبروك على كاع المغاربه والله ينصر سيدنا. اليوم خطاب اللي كيفرح بزاف، الاحاسيس كلها كتخلط علينا. ما عرفتش انا كمغربيه فخوره اليوم ب 31 اكتوبر غيبقى عيد لينا ولولادنا ولولاد ولادنا. الله يرحم ملكنا الحبيب الحسن الثاني اللي بدا المسيره، والله ينصر سيدنا محمد السادس اللي كمل الفرحه ديال المغاربه. صحراء مغربيه وغتبقى مغربيه شاء من شاء وابى من ابى. واليوم اكدنا للعالم باننا يد وحده وجنود مجندين ورا سيدنا. الحمد لله، شكرا من القلب شكرا من القلب سيدنا، الله ينصرك. فرحانين بزاف لحنا لولادنا لوالدينا لخوتنا لا كلشي واحد الفرحه ما كتصورش. وعاش الملك والله يخلي لنا المغرب ديالنا ويخلي لنا الشعب المغربي. وما عرفتش كلشي مخربق عليا. عاش الملك والله الوطن الملك للابد. السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين مرابط. النهار كبير اليوم، أنا فرحان كنهني سيدنا ومغاربة كاملين because of the vote today and the recognition of the Moroccanity of الصحراء المغربية. big day, big news، والحمد لله والشكر لله. عيش الملك وديما المغرب. السلام عليكم، معكم حكيم زياش. نهار كبير، it's a big day because of the vote for the Sahara. We are all proud and happy for the country and let's celebrate it and عيش الملك وديما المغرب.
الناس ولكن ما قدرتش. هما شنو كانوا باغيين؟ كانوا باغيين يخيط الخريطة ويقسموا الخريطة وتبقى حد أكادير. تم غادي انا بغي نمشي لتيزنيت ما لقاهاش. كانوا بغاو يضربوا لي زويدر ديال الداخل. بغيتوني زويدر. بغيتو الميرنا. بغيتو الرايح. Congratulations, Morocco! The streets are packed. Daddy is insane! Oh my God, Daddy! إشوا الله أوانتان أو ملك يا دراري ديما مغرب ديما Manchester are going crazy right now. Sahara is officially Moroccan. It always was. Dima Maghreb. Tantan Guida. Streets of Morocco. Guys, look at this. The streets are so full. There's people everywhere. أنا مشيت أنا وخويا مشيت للصحراء وليت وبردنا بلادنا نموتوا على بلادنا. عاش ملكنا عاش بلادنا عاش ملك عاش سيدنا عاشنا سيدنا بلادنا. مشينا للصحراء وليت أنا مشيت له. أنا مشيت للصحراء أنا وخويا. عاش ملك الصحراء مغربية انت غير فيديو الله يخليك لينا الله يخلي لنا الشعب ديما مغرب الشعب ديالنا ديما مغرب الصحراء مغربية الله يخليك لينا الله يحفظكم لينا كل ما كنتوش نتوما كل ما كناش حنا الصحراء مغربية ديما مغرب
قال ما انتوها فيكم سيدنا قال ما نهضروش عليكم سيدنا قال ما انتوها فيكم عاش عاش محمد السادس عاش الملك محمد السادس سيدنا قال ما انتوها فيكم سيدنا قال ما نهضروش عليكم سيدنا قال ما انتوها فيكم الله يعشر الخطوات ديالكم الله يعشر الخطوات ديالكم الله يجعل لكم القدم بألف حسنة الله يجعل البركة وسمحوا لينا الله يجعل البركة والصوبة جمع خيوطك طلوبينتك الله يجعل البركة بلد النفاق والتفكير بأرض الأبطال يسجدون ليل نهار لمن قال كلمة لا تدوم ولا تزال بأن الصحراء الغربية صحراؤهم وأن رجالنا رجالهم وأنا أقول لكم كلمتان خفيفتان على اللسان سوف يأتي النصر القريب وسوف تشهدون بأنفسكم بأن الصحراء الغربية لنا وليست لكم. Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, Algérie? Qui êtes-vous, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies. Le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement si vous n'êtes pas partie prenante? Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Le seul pays qui est stable, c'est le Maroc. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine. Voilà l'Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, le Maroc il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Regardez le Sahara, le progrès et le développement du Sahara. Nous construisons, nous consolidons l'état de droit, nous permettons à tous les Sahraouis, même ceux qui étaient chez vous, maintenant ils gèrent des régions. J'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à 2 reprises.